مساء شريف وعظيم على جميع. في ليلة رائعة من ليالي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وبعد صولات وجولات في ولايات أخرى زي واشنطن وغيرها، حضر إلينا صاحب المقام الرفيع والكرش العريض السيد حمو بيكا، وسط حضور جماهيري منقطع النظير. في اللي دفع $600 وفي اللي دفع $400 وفي اللي دفع $300 وفي اللي دفع $100 عشان يتفرج على هذا الكائن الغير يعني محدود الاتجاهات. هذا كان الذي بلا شهادة ولا تعليم ولا نطق ولا حتى مخ. جيله ناس من آخر الدنيا، لدرجة إن فيه صديق امبارح أعرفه كويس من سان فرانسيسكو كان جاي مخصوص هو وأسرته وحاجزين VIP، فبيكلمني قبل الحفلة بحوالي كام ساعة كده، بيقول لي يا فادي أنا عايز أنزل التيكتس عندك في جروب العيلة الكبيرة. قلت له ليه؟ قال لي عشان احنا كنا جايين ولغينا يعني المشوار عشان حصلت ظروف مرضية وكده. قلت له طب الحفلة امتى؟ قال لي فاضل لها حوالي 3-4 ساعات. قلت له هتلحق؟ قال لي ده احنا كمان مشكلة ان التذاكر غالية VIP، يعني معايا تذاكر بحوالي $600. قلت له يعني مش عارف، حط البوست على الجروب انا هوافق عليه، لكن كمان كام ساعة يعني، ومين هيدفع VIP وكمان كام ساعة يعني لو كانت الدرجة الثالثة شمال زي ما بيقولوا كانت ممكن تمشي. بيقول لي يا فادي مجرد ما حطيت البوست ونزل طبعا شوية من السعر يعني، لا إقبال عليه رهيب. وبيقول لي في خلال دقايق من نشر البوست اتباعت التيكت. لمين؟ للنجم الكبير العالمي حمو بيكا. يعني أنا مش متخيل. أنت بتتكلم على مستوى جالية هنا، يعني أعتقد من اللي أنا اتعاملت معاهم إن هو متعلمين ومثقفين وعلى مستوى عالي من يعني بروفايلز. طيب خلاص، والحفلة بدأت وبسم الله ما شاء الله الستوري عندي كله زغرت بحمو بيكا، وناس بدأت تحط حاجات ومحتاجات وصور وسيلفي مع حمو بيكا. انا مش معترض عليه كشخص، واعتقد حتى الموضوع بتاع حجم الكرش الغير طبيعي دوت هو قال ان هو مرض عنده ربنا يعينه فيه. كان انا بتكلم على مستوى ما يقدم. احنا وصلنا لهذه الدرجة من يعني القاع، احنا بنحفر تحت القاع يا جماعة، احنا بننزل تحت قوي. يعني في حفلة كمان كام اسبوع اعتقد لهاني شاكر، ده يستاهل امير غناء العربي، اداء، بروفايل، راجل متعلم، نقيب المهنة الموسيقية، حد حتى في استخدامه للتعامل مع الناس راقي جدا ومعلوش اي اشكاليات، وتاريخ هاني شاكر. لكن من هذا واحد مخارج الفاظه غلط، اسلوبه سيء بلطجي لابعد حد ممكن وعليه قضايا كتير. لما بس نقابه اللي هو مصطفى كامل نقيب الموسيقيين او لا النقابه بتاعتهم يعني وقفوا شويه، قعد يطلع ويصوت ويعيط ومش لاقي اكل ومش جايب مش عارف اجيب بامبرز للعيال والبيبي اللي عندنا، وهو مدهب عربيته. فالناس رجعت له تاني. هل هو ظاهرة؟ هل هو وقته هينتهي؟ هل هو كيان نقدر ان احنا نتابعه ونشوف وناخد من وقتنا احنا هنا، لان معروف ان وقت في امريكا بفلوس، عشان نروح نتفرج على هذا الشخص اللي لا صوت ولا شكل ولا لون ولا طعم. المشكلة مش فيه هو. ما هو انت لما سبت السمك عفن بقى اسمه فسيخ، واللي كان الكيلو ب50 بقى ب150، انت اللي بتدي للفسيخ قيمة. فالمشكلة مش في الفسيخ، لا المشكلة فيك انت اللي بتدفع. واحد جاي من سان فرانسيسكو يعني على الاقل مشوار زي دوت يدفع بنزين فيه على الاقل $200.
بلس 600 دولار 800 دولار في ليله يتفرج فيها على حمو بيكا. حمو بيكا نفسه لو عارف حضرتك هتدفع له 800 دولار يعني هيقول لك ادهم لي كاش احسن ما تتفرجش عليا. فانا بتكلم على مستوى الناس اللي راحت هذه الحفلات. طبعا كل واحد حر في اذواقه، لكن لمن تحتفلون او لمن تحضرون او لمن تشاهدون؟ انتوا اقل حد منكم معاه شهاده تعليميه او جامعيه او حتى 5 ابتدائي، هو معوش خالص. فانت راح تتفرج على مين؟ طب ولو على الصوت، فين صوت ايه؟ ده جعوره بتشتغل. طب لو على الشكل، طب لو على الاتيتيود والشخصيه والاحترام للناس. يعني ارجوكم نرتقي نطلع شويه فوق. في ناس بيجوا هنا مغنيين كتار يعني، وانا ما سبقش قبل كده طلعت واتكلمت على اي مغني، لان اعتقد بنسبه كبيره في المغنيين مستواهم اللي بيجوا هنا محترم. اليسا، نانسي عجرم جت، اعتقد زي ما قلت هاني شاكر، احمد سعد كويس جدا واغانيه ممتازه جدا. في مستوى راقي الناس بتحضر لهم. راغب علامه، ايهاب توفيق. لكن في مستويات تانية احنا ما ينفعش نحضر لها، ما ينفعش نديها قيمه، ما ينفعش اللي احنا نحطها في باترينا كده ونقعد نتفرج عليها. لان الناس دي لما ترجع مصر هتعلي اجرها في الحفلات وهتعمل وهتسوي وهتتنطط على ناس تاني ويبلطجوا تاني، فبالتالي انت اللي بتديهم قيمه. فارجو بس الناس اللي حضرت حفلات حمو بيكا يراجعوا نفسهم. انتوا انبسطتوا؟ لو انبسطتوا خلاص enjoy your time وانت spend the money وخلاص، money is honey. لكن لو انت شايف ان انت رميت فلوس على الارض على لا صوت ولا شكل ولا طعم ولا ريحه، بس عجبك الجو كده والاتموسفير العام ده بيهيص ودي بتزغرط وده مش عارف بيسقف يبقى نهيص مع الهيصه، لا راجع نفسك. لان انت بتقلل من مستواك الفني او التميز بالسمع عندك لمستوى التانية. في ناس هنا في كاليفورنيا اللي هي كاليفورنيا بتاعته بيقدموا فن راقي جدا. يعني في حفلات ليالي زمان، في حفلات بيعملوها مطربين كبار، في مستويات يعني تستاهل الواحد يلبس ويحرك عربيته ويروح ويقطع تيكت ويخش ويتفرج ويستمتع. وفي حاجات تانية اعتقد ان الدقيقة الواحدة اللي تتصرف عليها خسارة. نراجع نفسنا، لان انا بمنتهى الامانة يعني مش عايز احكم على الناس اللي راحت، I'm not judge anybody، بس عايز اقول لهم يعني بعد ما حضرتوا وشفتوا الوضع ازاي، يعني انتوا مبسوطين ان انتوا دفعتوا فلوس، مبسوطين ان انتوا قضيتوا وقت، مبسوطين ان انتوا صرفتوا من وقتكم ومن مساحة يومكم لمشاهدة هذا الكائن. الحكم ليكم انتوا. والف سلام على اهل كاليفورنيا.